شوفوا لي هاد تليتلي كيفاش جاي شهي وبنين بزاف. تليتلي مرقه حمراء بالدجاج. اذا راكي حابه تليتلي نتاعك يجيك بنين وعلى حبه وما يتعجنلكش واللي ياكلو عندك يهبل عليه، تبعي معايا الوصفه حتى اخر الفيديو. السلام عليكم، اليوم في قناه شهيه طيبه راح نديرو تليتلي مرقه حمراء بالدجاج يجي بنين. راني حنديره لكم بطريقتي وراني متاكده لو كان تبعوا نفس الخطوات راح تولي هذه هي وصفتكم المعتمده. واش راح نحتاج في الوصفه؟ نحتاج تليتلي، انا عندي هذا تاع قريدو. نحتاج كميه من الدجاج كيما حبيتو ولا حسب افراد العائله. نحتاج الملح، انا عندي مغرفه ملح، مغرفه صغيره فلفل كحل، نص مغرفه قرفه، زوج مغارف صغار معمرين مليح عكري، مغرفه ونص حتى زوج طماطم مصبره، عندي زوج حبات طماطيش مرحيه ولا مسكرفجه، عندي بصله كبيره، انا البصله رحيتها في البغام، عندي حميصه وزوج سنينات توم، الزيت والسمن بطبيعه الحال. نمر الان الى طريقه التحضير. نشعلوا النار على نجرة، نديرو شويه زيت مع مغرفه سمن، نخلوها تسخن، نضيفو الدجاج، نزيدو بصله مرحيه تكون كبيره مع زوج سنينات توم، نزيدو طماطم مصبره، عندي مغرفه ونص حتى زوج مغارف، مغرفه سكر. علاش نديرو السكر؟ على جال لاسيديتي. نروحو نضيفو التوابل، عندي الملح، فلفل كحل، قرفه والعكري باش تجينا شابه. نضيفو عليها طماطيش حب، زوج حبيبات، نخلطو كلش ونخلوه يتقلى. من بعد ما تتقلى مليح نضيفو الحميصه، هكذا. انا عندي حميصه راهي طيبه نص طياب، الدجاج بالخف يطيب، ونمرقو بالماء سخون. نورمالمون راكم تعودتوا بلي انا في الوصفات تاعي نمرق خطره مليح باش ما نقعدش غير نمرق. لو كان تقعدوا غير تمرقوا ما كيفكم تجي صنطه ما تجيش بنينه. نغطي على المرق نتاعي ونخليه يطيب، لا يطيب لي الدوزان والدجاج. نكملوا بقيه الوصفه. بيد ما الدجاج نتاعي راهو يطيب، نجيبو مقله نديرو فيها الزيت، نخلوه يسخن. لا تسخن لي الزيت نرمي عليه التليتلي تاعي كامل ونبدا نحمص فيه. انا هذه هي طريقتي باش نطيب تليتلي يجي على حبه. قلت لكم حمصوهم في الزيت يجوا بنان ويجوكم على حبه. نقعد نحمص فيه حتى يتحمص كامل. وانا دايره ملهيه كسرونه، غليت زوج حبيبات بيض باش نشبح بهم في الاخير. فوالا ها التليتلي نتاعنا تحمص، حمصوه مليح. انا دوكا نخليه بجانب بيد ما يطيب لي الدجاج ونكملوا بقيه الوصفه. نطلعوا على الدجاج ديالنا نشوفوا الى طاب، ونشوف طاب الدجاج نتاعنا خلاص نحوه
الدجاج نتاعنا طاب، نقدروا نحمر. هاو تليتلي اللي حمصناه مع بعض، نروحوا دوكا نطيبوه في المرق. بسم الله، نديرو كامل التليتلي نتاعنا نطيب في المرق. انا هذه هي الطريقه نتاعي اللي ندير بها التليتلي، وما كاش اللي ياكلوا عندي ما يقوليش التليتلي تاعك بنين بزاف. ما خسرتو والو، جربوه بالطريقه ديالي، راني متاكده باللي راح تعجبكم. انا دوكا نغطي عليها ونخليها تطيب. من بعد ما طاب التليتلي نتاعنا نحيتو حطيتو بجانب. البيض نتاعنا هاني طفيت عليه، خلاص راهو طاب. دوكا نجيبو مقله نديرو فيها شويه زيت، نخلوها تسخن، ونروحو نجيبو الدجاج نتاعنا هذاك اللي نحيناه من قبل، ونحطوه يتمقلى، نحمروه فقط. اذا انا نكمل نحمر الدجاج نتاعي، نحمرو مليح ملي دو كوتي، ونروحو نشوفو الطبق نتاعنا تاع نهار اليوم في صحن تقديم. هاو التليتلي نتاعنا في شكله النهائي، شوفوا كيفاش جاي شهي. كملت قليت الدجاج نتاعي في شويه زيت وشبحته بحبيبات بيض، جاي شهي. تبعوا نفس الطريقه وراني متاكده راح تعجبكم وتولي هذه هي وصفتكم المعتمده. نروح نفرغ لكم شويه منه باش تشوفوا كيفاش يجي على حبه. ديروا فقط الطريقه نتاعي، تبعوها. التليتلي نتاعنا على حبه ويجي بنين يشهي، تبعوا فقط الطريقه. اذا هذا هو التليتلي تاع نهار اليوم. ان شاء الله الوصفات تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، ونقول لكم نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.